بعد الويبينار المجاني اللي عملناه يوم السبت اللي فات على القناة التانية بتاعت حبيبة توكس. البنات دخلوا وعملوا الاختبار معانا واكتشفوا حجم الحرب الداخلية اللي عايشينها. السؤال الأهم بقى اللي بيطرح نفسه دلوقتي: طيب يا حبيبي، أنا عرفت إني في حرب وعرفت الدروع اللي أنا لابساها، ها إيه الخطوة الجاية؟ يعني هعمل إيه بالوعي ده في الآخر؟ أوقات كتيرة الوعي لوحده بيكون عامل زي كشاف نور قوي جدا بيضرب في أوضة ضلمة. الأوضة الضلمة دي هي أصلا اوريدي مليانة كراكيب، فانت بقيتي شايفة الكراكيب بوضوح، ولكن لسه ما انتش عارفة هترتبي الأوضة دي ازاي، ولا حتى معاكي الأدوات اللي هتنضفي بيها الأوضة عشان ترجعي تعيشي فيها بترتيب وأمان ونظافة. في انسبايركس بقى احنا مش هنسيبك في مرحلة الوعي، احنا هناخد الكشاف ده ونديكي معاه خريطة وأدوات وأوراق عمل ومنهجية تمشي عليها خطوة بخطوة. فالنهارده وقبل ما نقفل باب الانضمام للبرنامج بتاعنا، حابة اخدك في جولة كده من جوه رحلة المصارعة. فحابة اجاوبك بالمنطق وبالتفصيل على سؤال: انا هستلم ايه بالظبط؟ انا ايه اللي هيتغير في حياتي حبيبة بعد الرحلة؟ انا مش عارف ايه. فهاتي ورقة وقلم واسمعيني. اللي هعرضه عليكي النهارده هو مش مجرد كورس، لاني انا شخصيا مجربه، هو نظام تشغيل جديد لحياتك كلها. فقبل ما أكلمك عن المحاضرات بقى، تعالي نتخيل شكل حياتك كده بعد الرحلة دي. تخيلي إنك بدأتي تصحي الصبح كل يوم وعادي تغلطي غلطات زي ما طبيعي كلنا هنغلط ولسه بنغلط، في شغلك بقى أو مع أولادك أو في حياتك الشخصية. بدل ما تيجي تسمعي بقى الموشح القاسي المعتاد في دماغك زي انت غبية وانت فاشلة وانت مش هتنجحي، انت مش هتجيبي الدب من ديله وكلام كتير قوي، تلاقي صوت طالع حنين، صوت حنين وحكيم بقى، اللي هو عمال يقولك: عادي يا حبيبة قلبي، كلنا بنغلط، انتي بتعملي اللي عليكي وهتصلحي ده، مش آخر العالم اللي انتي عملتيه. وكلام حنين كتير قوي، يعني اللي هو الله، أنا كان نفسي أسمع الكلام ده من زمان قوي. تتخيلي بقى إنك تيجي تدخلي في نقاش وتقولي لأ بكل أريحية لحاجة انتي مش عايزاها، من غير بقى ما قلبك يدق بسرعة، من غير ما تحسي بالذنب، من غير حتى ما تفضلي تبرري موقفك 5000 مرة. فتيجي بقى كمان يعني بصة في المراية كده مرة واحدة، بدل ما عينيكي تقعد تدور على عيوب جسمك علشان تداريها، تبص لنفسك لأول مرة بعين الرضا والامتنان لجسمك اللي أصلا دايما شايلك. فالتحول ده هو مش هقولك سحر، مش هقولك ان هو بيحصل في يوم وليلة كده وهتصحي الصبح تلاقي نفسك بتعملي كل ده، لا. التحول ده بيحصل لما تمشي على منهجية علمية متسلسلة لتفكيك العار القديم ونبني مكانه لغة جديدة. ولأن بيقولك علشان تكتسبي سلوك جديد لازم تبدلي السلوك القديم بسلوك جديد، يعني تبدلي سلوك بسلوك، فكرة بفكرة، شعور بشعور. فده اللي احنا بنحاول نعمله. وعلشان كده الرحلة دي متصممة على هيئة 8 محاضرات متعمقة، والكورس بالكامل مسجل بشرح صوتي وكمان تسجيلات صوتية، أوراق عمل وملحقات علشان نطبق واحدة واحدة على كل حاجة احنا بنعمل. والناس اللي أخدت معايا قبل كده هتعرف إن أنا ما بعملش أي حاجة سطحية، أنا كل حاجة متعمقة بندخل فيها من الجذور، ما بعملش أي حاجة كده نبدأ بيها على السطح. فليه مسجل يا حبيبة؟ ليه مش لايف؟ علشان تسمعيه في مساحتك انت الآمنة، تفضلي تعيديه وقت ما تحبيه، حابة انك تسمعي المحاضرة كذا مرة، الدنيا حلوة، توقفي المحاضرة لما تحتاجي علشان تقدري تستوعبي كم المعلومات والمشاعر اللي هتطلع عندك فجأة، من غير بقى ضغط مواعيد اللايفات واحنا النهاردة مش عارف ايه ومحدش يتأخر، وحتى من غير ما تحسي انك متأخرة عن حد. اللي هو انت كده كده الكورس ده بيفضل معاكي دايما كمرجع ترجعي له في أي وقت، ولا مش هقولك إنك تجددي كل سنة. فتعالي بقى ندخل جوه الخريطة بتاعتنا ونشوف إيه المراحل الأربعة اللي هنمر بيهم سوا. أنا مقسماها من الحاجة القليلة للحاجة الإيه الكبيرة، يعني نقعد ننظف 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 وبعد كده نبني حاجة جديدة، ما هو احنا مش هنعرف نبني من غير ما ننظف. فأول مرحلة معانا إن احنا نفهم أصلا الحرب. نيجي على أول محاضرتين احنا بنعمل عملية تنقيب كده، تنقيب في الجذور، نفهم العار تتزرع فين وازاي من طفولتنا من أهلنا من المجتمع، ونمسك الناقد الداخلي ده بقى نحلله. وفي المرحلة دي هندرس 7 أنواع للناقد الداخلي،
ونعرف إزاي بقى أنتِ بتعاني من أنهي واحد فيهم، وإيه دروع الحماية ال3 اللي أنتِ بتستخدميهم، فالمرحلة دي هي الأساس اللي إحنا هنبني عليه كل اللي جاي. وده يخلّينا ندخل على المرحلة التانية، علشان نتخلّص من الناقد الداخلي ومجرد ما فهمنا العدو، هندخل بقى المرحلة التانية اللي هي المحاضرة التالتة والرابعة علشان نبني السلاح بتاعنا. فهنا هنتعلم علميًا إن إحنا نطبّق self compassion أو الحنان الذاتي، فهناخد 4 تمارين أساسية وخطوات عملية زي تقنية الRAIN علشان تستخدميهم في عاصفة العار لمّا تيجي تضربي. المرحلة دي بقى أنتِ هتتعلمي إزاي تكوني الشخص الآمن لنفسِك، الشخص ده اللي أنتِ كنتِ نِفسِك زمان وسنين طويلة إن هو يكون من حد تاني، إزاي تبني درع مناعة حقيقي ضد جلد الذات. فالمرحلة التالتة بقى هنعمل مصالحة فعلية، ودي أعمق وأهم مرحلة في الكورس. هناخد فيهم 3 محاضرات كاملين. المحاضرة الخامسة هناخد إزاي نتصالح مع الجسد بتاعنا، وبعد كده هناخد القبول الجذري للماضي وإزاي نسامح الجزء أو النسخة القديمة مننا، وندّي لنفسنا حق الحداد على حاجات ضاعت مننا علشان نقدر نسترد الهوية بتاعتنا الحقيقية من تاني، ونسيبنا بقى من الهوية المزيفة اللي فضلنا سنين كتير أوي عايشين بيها. والمحاضرة ال7 هناخد المصالحة الروحية، هنعيد اكتشاف علاقتنا بربنا تاني بعيدًا عن لغة العار والتخويف والترهيب اللي اتصدر لنا. في المرحلة الأخيرة بقى خلاص إحنا عملنا كل حاجة، نبني بقى على حياة من مكان آمن وسلام. فهننهي بقى ونختم لأن أنا باحب ختامها مسك أوي في كل الدبلومات بتاعتي. إحنا هنيجي نحط حاجة شبه الدستور كده، إزاي نقدر نعيش بالوعي اللي إحنا اتعلمناه ده كل يوم علشان ما نرجعش للحرب تاني. وهنعمل طبعًا خطة طوارئ وتعرفي إيه الخطوات اللي تلحقِك فورًا، وهنكتب مع بعض ميثاق المصالحة. وعايزة أقول لكم الحاجات دي كلها أنا عملتها مع نفسي، أعتقد باين جدًا ليكم في التغيير، ولسه still برضه باعمل معاكم. وعايزة أقول لكم والله العظيم، والله العظيم الرحلة بتاعة المصالحة اللي إن شاء الله، إن شاء الله، إن شاء الله هيكون بعديها رحلة أعمق في نقطة الثقة بالنفس، بس بعد ما نخلّص دي أبقى أفضى من التانية. الاتنين أحلى من بعض، بجد، بجد الاتنين أحلى من بعض، وفضلت فيهم وقت طويل، طويل. يعني أنا بقى لي مثلًا سكة 3 سنين باحاول أشتغل على الموضوع ده. فلو أنتِ فاكرة بقى إن الرحلة دي مجرد معلومات هتسمعيها، فأنتِ غلطانة جدًا، لإن أنا مجهزة معاكِ جوّه الcourse حاجة اسمها حقيبة المصالحة. مع كل محاضرة أنا باعتة لِك ملحقات وأوراق عمل قابلة للطباعة، وكمان بطاقة تلزقيها. مش هاقول لِك تلزقيها على وشِك أكيد، لأ، هتحطيها كده في مكان آمن تقدري إنِّك تشوفيه يقعد يفكّرِك بالرحلة بتاعتنا، وده هيساعدِك جدًا وطبعًا وهيحفّزِك أكتر إنِّك تسمعي المحاضرات. طبعًا أوراق العمل دي هتكتبي فيها خريطة العار بتاعتِك، هتحددي فيها الناقد الداخلي ونوعه، هتفرّغي فيها مشاعرِك. والأهم طبعًا أنا في تأملات موجهة وفي تسجيلات كمان، بس مش أنا اللي عاملاها طبعًا، وفي حاجات أنا عاملاها برضه علشان تسمعيها وتتتبعي مشاعرِك جوّه جسمِك، عشان لو اتوترتِ أو حسيتِ بضغط تقدري تشغّلي التسجيل ده بقى وتعيشي معاه. بجد والله العظيم تحفة، تحفة، تحفة. فهنسميها عيادة نفسية مصغّرة كده في بيتِك بأدوات عملية مُثبتة علميًا متاحة تحت إيدِك 24 ساعة. عايزاكِ دلوقتي بقى تفكّري معايا بمنطق شوية. اسألي نفسِك، أنا دلوقتي صرفت كام على صحتي سواء النفسية أو الجسدية؟ صرفت كام من طاقتي، من فلوسي على محاولات تجميل من برّه، على كورسات سطحية، على خروجات، على شِرا، على shopping، باحاول حاجات أسكّن بيها الوجع الداخلي بتاعي وأداري بيها إحساسي إني مش كفاية. تخيّلي معايا كده، فكّري، عايزاكِ تفكّري بمنطق شوية. اسألي نفسِك برضه، لو أنا استمريت في نفس الطريق اللي أنا ماشية فيه دلوقتي، بنفس طريقة التفكير بنفس طريقة الجلد، تفتكري حياتِك بعد سنة من دلوقتي هيكون شكلها عامل إزاي؟ بنسبة كبيرة هتكون أكتر إرهاق، أكتر يعني استنزاف. فالاستثمار الحقيقي مش إنِّك تشتري حاجة تداري بيها وجعِك، لأ، الاستثمار الحقيقي إنِّك تنضّفي الوجع ده من الجذور
وصدقيني مفيش أي إنجاز في الدنيا حرفيا هيعوضك عن لحظة سلام واحدة وانتي حاطة راسك على المخدة بالليل كده ومفيش أي صوت حواليك، مفيش أي صوت بيحاسبك نهائي. فعلشان كده أنا بادعوكِ إنِّك تاخدي الخطوة دي النهارده قبل بُكرة بجد، فالرحلة دي بكل محتوياتها صدقيني مش هاقول لِك هي أحسن رحلة في الدنيا، ولكن الرحلة دي أنا متأكدة إنِّك هتطلعي منها بتغيير حقيقي، وعلشان كده متاح دلوقتي بسعر الحجز المبكر وهو 1800 جنيه مصري، وطبعًا متاح على حسب بلدِك يعني، ولكن العرض ده هينتهي بُكرة بالليل، يوم الجمعة 22 مايو هو آخر فرصة للانضمام بالسعر المخفض ده، وبعد كده السعر هيرجع ل2500 تاني، ولإننا في Inspirex بنحاول إن إحنا نسهّل عليكِ كل حاجة، وفّرنا ميزة التقسيط على مرتين، فأنتِ مش محتاجة تدفعي المبلغ كلّه دلوقتي لو ده يعني بيشكِّل ضغط عليكِ، فالمهم إنِّك تدخلي وتختاري نَفْسِك وتنضمي للرحلة بتاعتِك دلوقتي وبيتِك الآمن، وقبل ما يوم السبت اللي هو 23 مايو هنبدأ رسميًا أول محاضرة هتنزل، لإن الموضوع أبسط مما تتخيلي، هتنزلي في صندوق الوصف تضغطي على اللينك هيحولِك فورًا للواتساب الخاص بالأكاديمية، هتبعتي لنا رسالة دلوقتي وتقولي أنا جاهزة لرحلة المصالحة، وفريق الأكاديمي هيتواصل معاكِ خطوة بخطوة وخطوات الدفع والتقسيط في دقايق. الخريطة جاهزة، الأدوات في إيدِك وأنا مستنياكِ جوّه، اضغطي بس على لينك الواتساب دلوقتي، ما تخلّيش الفرصة تفوتِك وأشوفِك يوم السبت في أول محاضرة، وخليكِ حنيّنة على نفسِك.